بيك عزيزي المتابع في فيديو جديد على قناة حكاوي رون المصري. ده أول فيديو لينا في 2023. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب تكون سنة 2023 سنة خير وبركة وتحقيق كل حاجة بتتمناها، واللي ما فاتنا في 2022 بإذن الله نقدر نحققه في 2023، وهو ده هدف الفيديو ده. في الفيديو ده عزيزي المتابع هاجي أشارك معاك أول هدف لسنة 2023 حطيته نصب عيني وهشيره معاكم عشان إن شاء الله أجي لما ألاقي الهدف ده بيتحقق وبيكبر قدامي أجي أشارك معاكم النجاح بتحقيق الهدف. قبل ما أقول الهدف هقول حكاية الهدف. في 2021 عزيزي المتابع بالصدفة البحتة كنت يائسة ومحبطة تماما، وكنت عايزة بمعنى أصح كورس يغير لي طريقة تفكيري أو المايند سيت بتاعتي. قعدت أعمل ريسيرش على جوجل، على اليوتيوب، على كل المواقع، لحد وانا بعمل السيرش بتاعي كده طلعت لي قناة. القناة دي كانت من أحد أسباب التغير في حياتي. القناة دي يا جماعة اتكلمت عليها كتير في قناة حكاوي رون المصري، وأشدت بفضلها عليا وعلى طريقة تفكيري وعلى كل حاجة. القناة دي كانت قناة دوباميكافين بتاعة ناصر العقيل. أهلا بيك عزيزي المتابع في جرعة جديدة من جرعة الدوباميكافين. جهز مشروبك المفضل يا عثر ويلا بينا. حقيقي أنا بحب قناة دوباميكافين، يومي ما بيعديش غير لما اتفرج على دوباميكافين. اتعرفت على قناة دوباميكافين في اواخر 2021 وبقت اسلوب حياة بالنسبة لي في 2022. اول ما اصحى الصبح واول ما افتح اللابتوب بتاعي لازم اتفرج على فيديو لناصر العقيل او شورت لناصر العقيل او بيتكلم عن دوباميكافين. من هنا ظهر الهدف بتاعي. شفت مدى تأثير ناصر العقيل حقيقي وقد ايه هو ناجح ومؤثر عظيم بجد. اعجبت بالكاركتر بتاعه جدا جدا جدا، وحبيت يكون عندي قناة زي قناة دوباميكافين. حقيقي عشقت الكتب بالرغم ان انا ما كنتش بحب الكتب خالص، وبالرغم ان انا فضلت ادور على كتب اللي هي ملخصات كتب علشان ما عنديش حب للقراية. دوباميكافين كان احد العوامل اللي ساعدتني ان انا احب القراية. دوباميكافين من احد العوامل اللي خلتني اشتري كتب واستمتع وانا بقرا الكتب. دوباميكافين غير السلوك بتاعي وخلتني بدل ما اروح اسمع ملخصات الكتب لا اشتري الكتب وانا ألخصها بطريقتي وأسلوبي. وهو ده أول هدف حطيته في 2023. في أول يوم في السنة الجديدة 1 يناير 2023 بسم الله الرحمن الرحيم. أول هدف ليا في 2023 أن تكون قناتي على اليوتيوب قناة رائعة مثل قناة دوباميكافين لصاحبها ناصر العقيل، وأن تكون قناتي متميزة في شرح كتب الماركتينج وتطوير الذات، وأن يكون العام الجديد 2023 انطلاقة حقيقية للقناة بإذن الله. هو ده هدفي في 2023. بدأت القناة دي خلاص، كان عندي هوس في 2022 ان انا اعمل قناة زي قناة دوباميكافين. وعلى فكرة ده مش عيب ان انت تشوف نموذج ناجح وتروح تحققه، ده مش عيب. واخدت اولى الخطوات والحمد لله. قناة حكاوي رون المصري فيها بشاير وزي ما بنقول فيها بوتنشال حلو جدا. اتمنى من الله ان حقيقي يساعدني ان انا ابدأ احقق الحلم ده. وفعلا اخدت اول خطوة، اشتريت الكتب وبقرا الكتب، ودلوقتي بتعلم ازاي هلخص لكم الكتب دي. وبكده ده هيكون مسار القناة الجديد. الحكاوي مش زي ما هي، اي حكاية جديدة هنطلع منها الدرس المستفاد اللي اتعلمناه
وفي نفس ذات الوقت اي كتاب جديد هنقراه وتعلمت منه واستفدت منه هاجي اشرحه لكم شرح تفصيلي، ويعني اكنكم ما فهمتوش كلمه من الكتاب ما قريتوهاش. هشرحها لكم على قناه حكاوي روني المصري. اغلب الكتب بتاعتي هتبقى كتب متخصصه في الماركتينج، لاني انا تخصصي في الماركتينج وتطوير الذات والمايند سيت. هو ده عزيزي المتابع اول هدف حطيته ليا في 2023. اتمنى من الله ان هو يساعدني ان انا اكون قد الهدف ده، ويكون عندي من الإرادة والعزيمة والإصرار إن أنا أوصل، يعني أبقى زي قناة دوباميكا بين، وإن شاء الله أقدر. سبحان الله، طالما في حد قدر يحقق الهدف ده يبقى أنت كمان عندك نفس المقومات ونفس السمات إن أنت تحققها. يا رب أكون على قد الهدف. ان شاء الله الفيديو ده هيكون ريفرنس ومرجع لما نحقق والقناة تنجح وتعمل تأثير عظيم زي قناة دوباميكا بين. هاجي وهشير معاكم الفيديو ده واقول لكم الحمد لله نجحت، الحمد لله بقى ليا تأثير كبير، الحمد لله بقينا كوميونتي زي قناة دوباميكا بين. بإذن الله هنعملها مع بعض. مستنية دعمكم، وان شاء الله يا رب محتوى القناة يعجبكم ونكبر اكتر واكتر. ويا رب يا رب اللي ما حطش هدف في 2023 ابدأ من الآن، حط هدف واكتب هدفك قدام عينيك. الهدف ما ينفعش يكون مش مكتوب، دي حاجة مفروغ منها. هدفك اكتبه قدام عينيك عشان لما تضل يمين او تضل شمال تلاقي الهدف قدامك وتعرف انت بتتشتت ليه. لكن طول ما الهدف مش مكتوب قدامك الايام هتسحب منك والشهور هتسحب منك، وفجأة هتلاقي السنة خلصت بلا اهداف وبلا شيء وحياة نمطية. هو ده عزيزي المتابع فيديو النهاردة كان بعنوان اول هدف ليا في 2023. دعواتكم ليا ان شاء الله ان انا اقدر احقق الهدف ده وباذن الله قده، وهعمل لكم قناة وتلخيصات حاجة عظيمة جدا جدا جدا. عزيزي اتمنى منك عزيزي المتابع ما تضيعش الايام، حط هدفك انت كمان قدام عينيك. الاهداف بتطير والايام بتطير، ولعبة الشيطان ان هو يفضل مشتتنا ويضيعنا علشان ما نحققش اي هدف ونفضل في لهو وعدم تحقيق اهداف. فقوم عزيزي المتابع لما شفت الفيديو ده يا رب يديك جرعة نشاط وتحط انت كمان هدفك وتسعى ليه وتحققه باذن الله. شكرا لكم جدا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وانتظروا بقى اول كتاب في سلسلة تلخيصات الكتب على طريقة روني المصري. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة او تلخيص كتاب جديد. لو عجبتكم القناة ما تنسوش تعملوا ايه، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ولو تعرف حد مش حاطط هدف ليه شير معاه الفيديو ده وقول له روني المصري حطت اول هدف ليها في 2023. يا ترى انت حطيت هدف ليك ولا؟ يلا عزيزي المتابع اشوفك على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وهابي نيو يير عليكم يا حلوين. باي باي. مصري هدف جديد، بداية جديدة قدها ان شاء الله، وقريبا هنحتفل باول 100,000 على القناة باذن الله يا رب. والنبي نفسي اكون زي قناة دوباميكا بين باذن الله. انا متأكدة هننجح ونبقى زي دوباميكا بين باذن الله. يعني سبحان الله، ناصر ذات نفسه قال هو ما كانش يحلم في يوم من الايام بالكرم العظيم اللي ربنا وصل ناصر ليه على قناه دوباميكا بين. فاكيد باذن الله انه ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. واو.